ما عرفتش منين غادي نبدا لكم قصتي، حيت يمكن واخا نبقى نهضر العام كامل ما غاديش نسالي. انا سميتي امل، في عمري 20 سنه، عندي 2 خوتي دراري. حنا ساكنين في توريت. بابا تاجر كبير، عايش الحمد لله مزيان، ما خصناش الحمد لله. كاينه مرت عمي ساكنه الفوق، حتى هي عندها بنت و2 دراري. هي عندها دور مهم في قصتي اللي غادي نعاود لكم. عشت حياة معذبة مع ماما اللي ما كتحملنيش، كتكرهني، كتعاملني بحال انا ماشي بنتها. نجحت في الباك وهاد العام عندي لافاك. بحكم ان والديا الناس محافظين بزاف ما بغاوش يخليوني نكمل قرايتي. لو كان ماشي مرت عمي اللي وقفت لهم في وجههم وقالت لهم غادي تمشي حتى بنتها تقرا وبان القرايه مزيانه. من بعد صراع قوي واخيرا اقتنعوا وخلاوني نمشي، ووصاوني حتى الا مشيت درت شي حاجه غادي يرجعوني ويجلسوني في الدار. داونا الوجده انا وبنت عمي. الصراحه كانت العلاقه ديالي معاها زوينه بزاف، دايرين بحال خواتات ما كنتفارقوش انا وياها. المهم سكننا انا وياها في وجده في دار الطالبه، ووصاونا والدينا وعطاونا شي بركه. انا خويا الكبير عطاني واحد التليفون قديم. بنت عمي كان اصلا عندها تليفون زوين، حيت الصراحه كانوا مهلين فيها خوتها ووالديها ماشي بحالي. تسجلنا في الجامعه انا وياها وبدينا قرايتنا في دار الطالبه. تعرفنا على واحد البنت كانت زوينه وظريفه، كانت زوينه بزاف، كانت عندها لاطاي وكتعرف تلبس، وانا زيني عادي وكنلبس داكشي طويل بزاف. المهم بدات القرايه، ومره كانت كتخرجنا دورنا شويه حيت كانت عندها الطوموبيل. بنت عمي تحلو لها العينين حتى الدره ما بقاتش كديرها. واحد النهار من بعد ما كنا كنتساراو وقفت حدا واحد الطوموبيل كان قاد في الفولار ديالي. انا ما كنتش عارفه انه كاين داخل فيها شي واحد، ما ديت ما جبت. مشينا جلسنا في القهوه كنضحكوا بيناتنا، وداك السيد اللي كان في الطوموبيل نزل وتبعني حيت عجباتو العفويه ديالي. بقى لاصقني نعطيه النمره وما بغيتش. بنت عمي عجبها بزاف، قالت لي واخا انتي خايبه عندك الزهر، حيت صراحه هي كانت زوينه عليا. المهم هو بقى تابعني ووالو ما عطيتوش النمره حيت كنحشم وكنخاف من الدراري. صاحبتي قالت لي بانه ولد الناس، وطول الوقت وهو تابعني ما ملش. وبنت عمي قالت لي عطيه فرصه، وداكشي اللي كان انسحبت معاه وشرا لي اخر موديل ديال التليفونات. تهلا فيا وكيعاملني مزيان، ما عمرو ما قرب لي او تبسل عليا. الوالدين ديالنا كانوا كيجيو وكنديروا راسنا ما كنخرجوا ما والو، غير كيمشيو كنرجعوا للخروج. حبيبي تعلقت بيه وليت كنحماق عليه، ولكن المشكل اللي كاين انا وبنت عمي ولات علاقتي بها ماشي حتى لتما. وليت كنلاحظ فيها تصرفات خايبين، بالعاني كتبقى تردني خايبه قدامه. فاش كنكون نهضر معاه كتجي حدايا وكتقول لي ويلي حلي الشراجم باش تخرجي حتى العرق ديالك. تبدلت معايا، هذه ماشي بنت عمي اللي كنعرف. كل ما كتشوفني انا وحبيبي متفاهمين كتبغي تموت حيت كتبان عليها، خصوصا فاش ولات علاقتنا جديه ووعدني باش نتزوجوا. هي حلفت باش ما نكونش ليه، ولات كتسجني فاش كنكون نهضر مع ولاد عمي، ولا فاش كنكون نعاود لصاحبتي على ولد عمي اللي كانوا باغيين يزوجوه ليا. بينت ليه بلي انا خايبه ما كنسواش، اي فرصه كتجيها كتقولها له. هو ثق بها وقال بلي انا كنمثل عليه دور الشفيفه والعفيفه. صون عليا وقال لي نتلاقى وبغيت نشوفك. مشيت ركبت معاه في الطوموبيل وبغى يتقرب لي وما بغيتش، حسيت بيه ما عجبوش الحال، ولكن ما بينش. مشى للحانوت ورجع في يدو واحد العصير وشي تخربيق. عطاني هذاك العصير شربته، شويه كنحس براسي ثقيل عليا. وهو استغل الفرصه وقطع لي حوايجي وتمعن في الحمي مزيان حيت كنت باقي ما غبتش. حط لي شي حاجه في العصير، داكشي علاش راسي تقال عليا. ما كنقدرش نتحرك غير كنشوف وصافي، ما قداش حتى نهضر. بقى كيبوسني بهمجيه ويجر في صدري ويقطع لي في حوايجي. المهم تكرفس عليا هذاك النهار مزيان. رجع الكوسان للور وحيد حوايجو وحيد حتى انا حوايجي كاملين وغتصبني، وكنشوف حالتي كلها دمايات. وقلت له شنو درت؟ قال لي ما حسابليش وحده خارجه الطريق ومخليه راسها بنت، ياك ما مركبه بكره اصطناعيه، حيت اللي عارف عليك هو انك خارجه الطريق. بكل صراحه هدرت وقتلاتني، خرجني من الطوموبيل ولحني بهمجيه، خرج لي على حياتي، تكرفس عليا. ما قدرت نعاود حتى شي واحد شي حاجه. دخلت لبيتي وحوايجي مكرفسين،
بدلت عليا ومشيت لعند صاحبتي اللي هي الوحيده اللي غادي تفهمني. عاودت لها وتصدمت بزاف، حلفت حتى تنتقم منه. خرجت كتجري، ركبت في الطوموبيل ومشات كتجري لعندو. انا بالخوف تبعتها، سولت عليه ولقاتو في واحد القهوه هو وشي صاحبتو. انا تما زدت تصدمت، يعني هو غير كيكذب عليا. حيت عليه في وسط القهوه، قال لها سيري في حالك ودي عليا هاد صاحبتك، راكم جبتوا لي التقيه. وبقى كيخسر الهضره من الحزام لتحت. صاحبتي شنقت عليه، مشيت باش نفكو وهو يدفعني. رجعنا للدار مسخسخين واتفقنا هاد السر يبقى بيناتنا ما نقولوا لحتى شي واحد. بنت عمي ما عندها حتى شي خبر، ولكن واخا هكذاك دارت لي اكبر قلب. لاحت تصويرتي انا وياه، شافها خويا ورجعونا لدارنا وعطاوني قطله ديال العصا، حتى الماكله قطعوها عليا. هادشي غير حيت شافوني مع الدري، فما بالك الا عرفوني ما بقيتش بنت. حاولت نعيطلو، بقيت نهار كامل وانا كنعيطلو عاد جاوبني. طلبتو ورغبتو غير يتزوج بيا ويطلقني. وافق على هاد العرض وصراحه فرحت بزاف. قال لي سيمانه ويجي يخطبني. صونيت على صاحبتي وقلتها لها وحتى هي فرحت لي وارتاحينا نسبيا. تسنيت سيمانه على احر من الجمر. نط خرجت من البيت وكل شي منخني. ماما كدور الدور وتجي تعايني. حاولت نوجد شي حليوات غير باش الا جاو يلقاو ما ياكلوا. ما قدرتش نقول لهم راهم جايين فيا خطاب حيت عندنا عيب. جات العشيه وصونالي، قال لي راه قريب يوصل باش نصيفط له العنوان ديال الدار. بقيت كنطل نشرجم وانا متوتره حتى كنشوفهم جايين. هو هز الورد وحده ماما وباباه، الصراحه كانوا غزال بحال ديما. شفتهم دقوا وحلت لهم مرت عمي وكانت لابسه مزيان. شكيت في راسي منين عرفوا. انا في الوقت فاش كنفكر كنشوفهم طالعين لدار عمي. كيفاش؟ خرجت بالزربه وهي توقفني ماما، قالت لي فين غاديه؟ قلت لها علاش طالعين؟ قالت لي هادو الخطاب جاو يخطبوا بنت عمك، ماشي بحالك منحوسه حتى شي واحد ما جاي يخطبك. شنو غادي نقول لكم؟ كنحس بودني كيصفروا. تصدمت بالمعقول، طلعت كنجري ومشيت نيشان لبنت عمي كندق عليها باش تحل الباب ديال البيت وتفسر لي شنو كاين. ما حلتليش وقالت لي سيري فحالك، راه هو كيبغيني انا، لو كان بغاك نسيل وكان جاي يخطبك. بقيت كنبكي وكنغوت وكنتف في راسي. طلعوا دارنا ولقاوني هكذاك، كلشي بقى يضرب فيا حيت درت الشوهه وغادي نحشم بيهم. هما على بالهم بانني انا غير غرت منها، ولكن الحقيقه عندي غير انا بوحدي. دفعني خويا مع الدروج وجيت مكركبه حتى وقفت على رجلين واحد الشخص. هزيت عيني، جاتني شام في واحد العينين مغوبشين. وقفني بشويه ولكن ما قدرتش نوقف حيت رجلي مهرسه. باينه فيه ما عجبوش الحال على هذا التصرف. ان شاء الله غادي نكمل لكم القصه في الجزء الثاني. ما تنساونيش من لايك والتعاليق الزوينه ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.